انهي شخصيه حاسسها بتعبر عنك؟ فايت كلاب ولا باتريك بيتمان ولا تاكسي درايفر ولا ريان جوسلينج ولا جيك جيلنهال ولا والتر وايت؟ لو حسيت بشخصيه من دول فاقول لك اهلا بيك يا صديقي الراجل اللي بيعاني معانا في هذا الزمان. النوع ده من الشخصيات اتسمى literally me، حرفيا انا. لا مش انا، هو النوع اسمه كده، اتسمت كده من كتر ما بيحسها الشباب في الزمن ده شخصيات ذكيه ومتمرده وجواها غضب على المجتمع ومعاييره، عندهم فراغ وجودي ومشاكل نفسيه، لكنهم تقبلوا نفسهم زي ما هي وبداوا في انتقاد الوضع اللي عايشينه، عايزين يبقوا واعيين بذاتهم ورافضين النمط الاستهلاكي اللي الرأسمالية فرضاه. بيمثلوا شباب بيعاني من عزله اجتماعيه وعدم رضا عن الحياه، كانهم نموذج للثوره والتغيير حتى لو ادت لعنف. شخصيات معقدة بتمزج بين الغضب والأزمات الوجودية، مش بطل تقليدي لكن مراية مشوهة بتعكس تحديات الرجولة المعاصرة وتناقضاتها ومعاناة الشباب للنجاح الاجتماعي والأسري والاقتصادي في عالم متوقع منهم المثالية في كل الجوانب دي، بين مظهر الحياة المثالية والغرائز الأولية، بين رغبته في إنه يبقى محارب في سبيل مجتمعه وغضبه من الفساد الموجود، بين صموده واشتياقه للدفع، بين اشتياقه للحرية والرأسمالية اللي ما سابتش منفذ منها. شباب كتير ما فهموش البوينت من تمثيل الشخصيات دي وتجاهلوا نهايتها المأساوية واكتفوا إنها عبرت عن تعقيد عالمهم جوه وبره. Fuck society. دلوقتي بقى قول لنا، حاسس مين أكتر بيعبر عنك؟